في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. المنتخب الاولمبي لكره القدم يحقق الصداره بجداره في مجموعته، الفضل كله يرجع لابراهيم عادل وميكالي. بس قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك سبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. انتهت مباراه منتخب مصر الاولمبي ومنتخب الاسباني بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، واحرز الهدفين ابراهيم عادل. صراحه منتخب مصر كان اداؤه مميز جدا في الماتش ده عن الماتشين اللي فاتوا، وبالاخص ان المنتخب الاسباني كان خصم قوي جدا، وكنا كلنا متوقعين ان النتيجه قبل بدايه المباراه هتبقى بالكتير قوي تعادل، لكن الحقيقه منتخب مصر ابهرنا بادائه المميز. الفضل يرجع لخط الوسط وخاصه احمد نبيل كوكا اللي ابهرنا بادائه الرائع المميز، وده اللي هيخليه ان شاء الله هيجيله عروض كتيره. بس هل هنا بقى الاهلي هيوافق على العروض وهيفضل فرقه من اللعيبه ولا لا؟ خاصة ان محمد عبد المنعم جاي له عرض من نادي نيس الفرنسي بمبلغ وقدره 2.5 مليون دولار. فهل ادارة الاهلي هتقع في المطب ده وهتفضل فرقة من اللعيبة؟ وفي اهلاوية كتير زعلانة من ادارة الاهلي انها ما عملتش صفقات جديدة زي صفقة يحيى عطية الله الباك الشمال، وانا من وجهة نظري شايفة ان الاهلي مش محتاج باك شمال، وخاصة بعد تألق كريم الدبيس في المنتخب المصري وكريم فؤاد في الاهلي وعودة علي معلول بعد شفائه ان شاء الله. وقولوا لي برضو انتوا رايكم ايه، الاهلي محتاج باك شمال ولا لا؟ المهم نرجع تاني لموضوعنا ونخلينا في الاداء المميز بتاع المنتخب المصري الاولمبي امام المنتخب الاسباني. والسؤال هنا، هل المنتخب يقدر يحقق الميداليه؟ وده ياخدنا لتصريح الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه بعد اداء المنتخب الباهت امام الدوني ميكالي، اللي قال فيه ان المنتخب الاولمبي مش جاي يحقق ميداليه. وانا في رايي شايفه ان الدكتور اشرف صبحي استعجل في تصريحه على المنتخب المصري الاولمبي، وخصوصا بعد ادائه المميز والرائع امام المنتخب الاسباني. ولو مش واخدين بالكم ان المنتخب الاسباني ده مرشح بقوه انه ياخد الميداليه الذهبيه، وان شاء الله المنتخب المصري يقدر يحقق الميداليه الذهبيه، وكلنا باذن الله في ظهركم ومش هنبطل نشجعكم، وان شاء الله هترجعوا مفرحينا فرحه كبيره. وتحيا مصر تحيا مصر. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. وكان معكم كابتن بيبو بمشاركتك في احداثك الكرويه.